صباح الخير والسعادة على قلوبكم أحلى متابعين في الدنيا. كل عام وحضراتكم طيبين. فيديو النهاردة العاشورة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة. بتمنى من قلبي إنها تعجبكم، بتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول حاجة ده القمح بتاعنا، أنا جبته ونقيته وغسلته طبعا كويس جدا ونقعته لمدة ساعتين، وده شكله بعد ما نقعته لمدة ساعتين زي ما انتم شايفين معايا كده. دلوقتي بقى هرفعه على النار، وهنا انا غطيته بالمية ورفعته على نار متوسطة زي ما انتم شايفين كده. القمح بتاعنا دخل في مرحلة الغليان. هنعرف امتى ان القمح بتاعنا استوى لما نشوف الحبات بتاعته، نختبرها كده ونلاقيها انها فتحت. دلوقتي بقى انا هنزل عليها بنص كوباية من السكر زي ما انتم شايفين معايا كده. وليه السكر دلوقتي وهي على النار؟ علشان انا محتاجة انها تتشرب من السكر، مش بس السكر يغلفها من بره. دلوقتي بقى هقلبها زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبها تكمل سواها وهنرجع لها بعد شوية كده. زي ما انتم شايفين معايا هي استوت. انا دلوقتي هرفعها من على النار وهسيبها لمدة نص ساعة ونرجع عشان نكمل مع بعض. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده القمح بتاعنا شرب المية كلها. هجيب بقى الحلة القمر دي، الحلة دي بتاعت والدتي الله يرحمها، بحس كده ان نفسها معانا لما بنعمل فيها اي حاجة. دلوقتي بقى نزلت بمقدار كوبايتين من القمح، مج الشاي العادي، والكل كوباية منهم كيلو كامل من الحليب. هننزل كده بالحليب زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين زي ما قلنا لكل كوباية من القمح محتاجين لكيلو كامل من الحليب. هننزل عليهم بنص كوباية من السكر. طبعا احنا نزلنا بنص كوباية قبل كده مع القمح وهو بيتسلق، دلوقتي نزلنا كمان نص كوباية من السكر. وطبعا السكر يا جماعة حسب الرغبة. وهنقلبهم على البارد زي ما انتوا شايفين معايا كده قبل ما نرفعها على النار. هنقلبها كويس قبل ما نرفعها على النار. ودلوقتي بنقلبها على النار زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها لحد ما تغلي معانا ونروح نجهز المكون اللي هينقل العاشورة بتاعتنا لحتة تانية خالص. ودلوقتي بقى هنيجي للمكون اللي قلتلكم عليه، وهيكون عبارة عن نص كوباية من الحليب، معلقتين كبار حليب بودر، 3 معالق كريم شانتيه، ومعلقتين كبار من النشا، نشا الذرة. واخر مكون هيبقى الفانيليا. طبعا تقدروا تحطوا اي منكهات بتحبوها سواء ماء زهر، ممكن كمان لو حابين تحطوا مستكة زي ما انتوا حابين. وبنقلب كل المكونات كده زي ما انتوا شايفين معايا. ودلوقتي بعد ما الحليب بتاعنا غلي زي ما انتوا شايفين، هننزل بقى بالمكون القمر بتاعنا زي ما قلنا، وهنقلب ولا اسهل من كده. دي العاشورة بتاعتنا بعد ما خلصتها. طبعا ما نسيتش ازينها، زينتها بالمانجو، صوص الكراميل السوداني وجوز الهند، وطبعا ما نسيتش نفسي بالقرفة. العلب القمر دي فعملناها لاصحابنا وحبايبنا علشان نحتفل مع بعض. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. الفيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة. كل سنة وحضراتكم طيبين. صباحكم سعادة لا تنتهي.